مساء الخير، ازيكم؟ اهلا بيكم في قناتنا صباح فود. هنعمل مع بعض النهارده وصفه معجنات محشيه تنفع للفطار او مع الولاد في المدرسه او حتى سناكس خفيف على مدار اليوم. نبدا مع بعض، تابعونا واعملوا لايك وشير لو عجبتكم وصفتنا. معانا النهارده 4 كوبايات دقيق، هنضيف عليهم معلقه كبيره خميره ونص معلقه صغيره ملح وكيس فانيليا. هندمج كل المكونات الجافه دي مع بعضها كويس، وبعد كده هنحط عليهم نص كوبايه زيت ونقلب المكونات مع بعض، وهنضيف عليهم نص كوباية لبن. بنقلب كله مع بعضه وندمجهم كويس. احنا هنعجن العجينة دي بمية دافية، لكن كمية المية هتختلف على حسب الدقيق. كل نوع دقيق ممكن ياخد مية اقل وممكن ياخد مية اكتر. انت هتضيفي المية بالتدريج، المية الدافية، لحد ما العجينة معاكي تتماسك وتوصلي بيها للشكل اللي هوريهولك دلوقتي. انا بلم العجينة لغاية ما توصل معايا بالشكل ده، وبعد كده هجيبها على المفرش ده وهضيف مية قليل قليل كده، مية دافية، لحد ما الم العجينة معايا وتتماسك. وبعد كده هسيبها ترتاح 5 دقايق. بصي هتوصل معاكي للشكل ده وما تبقاش بتلزق في ايدك كده. العجينة بتاعتك وصلت للقوام اللي احنا عايزينه وتمام. كده العجينة بتاعتنا وصلت للشكل والقوام اللي احنا عايزينه. هسيبها، احطها في الطبق واسيبها ترتاح 5 دقايق، وهنحضر مع بعض الحشوة بتاعتنا. طاسة هنحط فيها معلقتين زيت، وهنضيف عليهم بصلة مفرومة وهنشوحها كويس. بعد كده هضيف على البصلة دي سوسيس كان عندي قطعته، هضيف عليه للحشوة بحيث ان يديها طعم كويس، يعني خاصة ان الولاد بيحبوه. ضفت عليهم التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسمر. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس ويتشوحوا. وبعد كده نزلنا عليهم بجزرايه متوسطه مبشوره، برضو بقلبها كلها مع المكونات بتاعتنا. بعد كده ضفت عليهم فلفل اخضر متقطع وشويه بصل اخضر متقطعين برضو. كل المكونات دي هشوحها مع بعضها كويس بحيث انها تكون مستويه، لان احنا هنحطها جوه العجين. ما بناخد، ما هي بتبقى معتمدين انها مستويه، احنا بس بنسوي بعد كده العجين، لان احنا مش هندخله الفرن ولا حاجه. هوريكم هنسويه ازاي. هنرجع بقى للعجينه بتاعتنا، جهزتها فردتها زي الرول كده، وبعد كده هبتدي اقطعها، وهاخد كل قطعه من دول هشكلها زي بالظبط الدايره، هتبقى عامله زي شبه القطايف كده. وهبتدي احط الحشوه بتاعتي. الحشوات اللي انت ممكن تستخدميها على حسب تفضيلاتك انت، وعلى حسب برضو انت تفضيلات ولادك ايه. يعني انا عملت لك شكل اللي هو الحشوه الخضار دي، وانا هستخدم الجبنه الكريمي كمان مع حشوه الخضار دي. انت ممكن تستخدمي انواع جبن تانية، ممكن تستخدمي حشوات تانية على حسب تفضيلاتك انت. انا هنا حطيت الجبنه الكريمي وحطيت عليها معلقه من الخضار اللي انا عاملاه، وبعد كده شويه جبنه موتزاريلا وشويه جبنه شيدر. وبقفل العجينه بتاعتي بالظبط شكل القطايف، وبتدوسي كويس على الاطراف بحيث ان هي ما تفتحش منك وانت بتسويها. نفس الحكايه بوريكي تاني واحده اهو، الجبنه والجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا ومعلقه من حشوه الخضار. طبعا ده الجزء الحادق من الفطاير دي، كلها حشوات حادقه. هبتدي بعد كده نسويها. طبعا احنا مش قلنا مش هندخلها الفرن، احنا هنسويها على البوتاجاز من فوق. المهم ان انا بقفلها كويس. جبت طاسه وحطيت فيها معلقه زيت وفرقتها كده، دهنتها بالفرشه، واول ما بتسخن بنزل فيها بالفطاير بتاعتي. هي بتاخدش وقت كتير، 5 دقايق هتلاقيها اول ما بتحمر بتاخد لون ذهبي كده من الجنب، بتقلبيها على الجنب التاني وكده خلاص الفطاير بتاعتك استوت وتمام. مش هتاخد وقت معاكي 5 دقايق وهتلاقي كل طاسه بتطلع. عايزه تعملي كل الكميه بتاعتك حادق تمام، عايزه تعمليها زي ما انا عملت كده، ان انا هعمل ده الجزء الحادق وانا عملت حشوات تانية حلو في نفس العجينه.
دي الحشوة الحلو. دبس تمر وفردته في العجائن بتاعتنا، وعملت كمان بقشطة كدابة هبقى اعملها لكم في فيديو تاني. دهنت قشطة كدابة وعليها شوية جبنة. برضو الحشوات الحلوة ليها افكار كتير، ممكن تحطي شوكولاتة، ممكن تحطي اي حاجة حلو ولادك بيحبوها. برضو قفلتها بنفس الطريقة، بتقفليها زي كأن القطايف، بتدوسي كويس على الاطراف. والتسوية نفس التسوية برضو. كده يبقى احنا عملنا بنفس العجينة فطاير حلو وفطاير حادق من غير فرن في وقت سهل وسريع. ده الشكل النهائي ليها، كمية كبيرة. انت ممكن تضاعفي الكمية او ممكن تقسميها على 2 لو انت عايزة كمية اقل، وبالهنا والشفا.